السلام عليكم أحبابي، معكم سميرة سعد من قناة الأم مدرسة. النهاردة هنعمل رز باللبن بجيلي الفراولة أحلى من المحلات. هنبدأ نصلي على النبي. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تحسن بها الأخلاق وتيسر بها الأرزاق وتدفع بها المشاق وتملأ بها الآفاق، وعلى آله وصحبه وسلم صلاة دائمة من يوم خلقت الدنيا إلى يوم الطلاق، واسترنا فوق الأرض ويوم العرض عليك يا عزيزي يا خلاق. هنبدأ نقول بسم الله الرحمن الرحيم. شوفوا كده الجيلي جميل ازاي مع الرز باللبن، حاجة تحفة والله يا جماعة، جربوها وهتدعولي. نبدأ بسم الله. هنحط الحلة على النار ونحط فيها كوباية رز، وهو طبعا مغسول ومنقوع قبل كده، وعليهم 1.5 لتر مية، يعني ما يعادل 6 أكواب مية. وهنسيب الرز ده يستوي على نار متوسطة، وطبعا ما ننساش ان احنا نقلبه من الوقت للتاني. في الوقت ده هنبدأ نجهز جيلي الفراولة. معانا 1/4 لتر من المية، يعني ما يعادل كوباية مية، ومعانا باكت من جيلي الفراولة. هناخد 1/4 لتر دوت وهنغليه على النار، ومن نفس الكوب المعياري هنكون محضرين 1/4 كوب مية متلجة، يعني ما يعادل كوباية مية متلجة. هنفرغ باكت الجيلي في نفس الكوب المعياري ونحط عليها 5 معالق سكر، والسكر ده هيكون حسب الرغبة. هنصب عليها كوباية المية المغلية وهنبدأ نقلبها كويس قوي عشان يدوب السكر والجيلي، ونحط عليهم 1/4 لتر مية متلجة، يعني معادل كوباية مية متلجة، ونقلب كويس قوي وهنسيبه على جنب يبرد. هنرجع للرز بتاعنا علشان نختبره. هنلاحظ ان الرز زاد حجمه ونفش، هنختبره. لو اتهرى في ايدينا يبقى معناها ان هو استوى. هنحط عليه 1/2 لتر لبن، ما يعادل 2 لبن، وبعدين هنحط عليهم نص كوباية سكر، والسكر دوت حسب الرغبة، ممكن تزودوه او ممكن تقللوه. ونقلب كويس علشان يدوب السكر كويس اوي في الرز باللبن. وبعدين هنجيب معلقتين من كريمة اللبن او وش اللبن وهنحطهم عليه، وما ننساش ان احنا نقلب باستمرار علشان الرز ما يلزقش. هنجيب معلقتين نشا وعليهم معلقة كريم شانتيه، وهنقلبهم في شوية مية وندوبهم كويس قوي، وبعدين هنحطهم على الرز بلبن ونقلبه كويس جدا. قبل سوى الرز بلبن ممكن نحط رشة فانيليا، ودي خطوة اختيارية بس بتدي طعم وريحة جميلة جدا للرز بلبن. ونستمر دايما في التقليب علشان الرز ما يلزقش. واول ما نلاحظ ان الخليط تقل، خلاص كده نطفي عليه النار ونسيبه يبرد خالص. هنحضر الكاسات اللي احنا هنصب فيها الرز باللبن. هنحط نص الكمية علشان نسيب مكان للجيلي والفراولة اللي احنا هنحطوها مع بعض. هندخل الرز باللبن في التلاجة لمدة ساعة او ساعتين عشان يجمد، لان ما ينفعش نصب الجيلي على الرز بلبن وهو سخن علشان هيتخلطوا مع بعض وهيبقى المنظر مش لطيف، وده بيكون شكل الرز بلبن لما نخرجوه من التلاجة. في الوقت ده هنقطع فراولة عشان نزين بيها الرز بلبن بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده، ونرش على الفراولة رشة سكر كده، وبعدين هنصب عليه خليط الجيلي اللي احنا عملناه، وهنصبه بالراحة علشان ما يتخلطش مع الرز بلبن بالمنظر ده، وندخله التلاجة لمدة 2 أو 3 ساعات علشان يمسك الجيلي، وهتخرجوه من التلاجة وهتاكلوا أحلى رز بلبن بجيلي الفراولة. بالهنا والشفا على قلوبكم، وما تنسوش تصلوا على النبي في التعليقات. والسلام.